يا بخت اللي عندها مانجا متخزنة من السنة اللي فاتت، من مانجايتين متخزنين، لازم اعملها لولادي بعد اكلة الفسيخ والرنجة في شم النسيم. هعمل لهم مهرجان ايس كريم مانجا طبيعي يجنن يا جماعة، سهل جدا. وازاي نحتفظ بلونه يفضل كده من غير ما نحط الوان صناعية ومن غير حليب ومن غير جيلاتين. هتعملي احلى ايس كريم مانجا طبيعي في البيت بجد يجنن. وطعمه انا مش قادرة اوصف لكم طعمه غير لما تجربوه وتبعتوا تشكروني على الطريقة الحلوة دي احلى طريقة الايس كريم المانجا، ما بعملش غيرها من سنين. بجيب الكبة وبشيل كده المانجا من القشر والبذر زي ما هي مجمدة، وبروح ضربها الاول كده في الكبة لغاية ما تنعم معايا. صلوا على الرسول كالعادة، ما تنسوش لو انتوا وصلتوا لغاية هنا حبايبي. بعد خلاص ما ضربتها بروح بقى شايلة الغطا وبنزل عليها بكيس من الكريم شانتيه، وكيس كمان لو ما عندكيش اكياس تقدري تنزلي بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. وحطيت ربع كوبايه سكر سنتر فيش مش سكر بودر، لان لو حطيتي سكر بودر هيخلي لونه فاتح مش نفس اللون ده. هنا بقى التركه بقى اللي هتخلي طعمه يجنن، كيس جيلي مانجا. هتديه لون، تعزز اللون بتاعه من غير الوان صناعيه، وهتديه طعم كمان احلى واحلى. هتلاقي مانجا مانجا يعني. يلا بينا بقى، خلاص ضربناه. بعد ما ضربناه وبقى كريمي معايا بالشكل ده، عندي القوالب السيليكون دي بس انا جايبه الصغير، فالعصيان دي طلعت سميكه عليه. فانا هعمل ايه؟ هتصرف برضو، هقسم العصايه كده 2 بالمقص عشان اقدر ادخلها جوه القالب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ما تنسوش تحطوا لي اللايك حبايبي لو وصلتوا لغايه هنا، والكومنت الحلو زيكم. يلا بينا بقى كده اهو. يعني عايزه اقول لكم من منجايتين ما شاء الله هنملى القالب السيليكون ده كله، وهيفضل كمان عشان نحط في الكوبايات، يعني كميه كبيره. بعد الفسيخ والرنجه بقى دلعي ولادك ورطبي على قلبهم، الجو حر وده وقته جدا. هنا بقى بصب الايس كريم من الكبه في حاجه كده يكون ليها بوز عشان اقدر اصبه في القوالب اهو. بصوا بينزل معايا بكل سهوله، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي ما شاء الله. خلاص كده صبينا القوالب. طبعا فضل عندي الكمية اللي انتوا شايفينها في الكبة دي. بخبط القالب كده عشان يتساوى، وبمعلقة صغيرة بسويه كده حاجة بسيطة، وهدخله الفريزر. مش هقولك يقعد قد ايه، يعني بصي عليه بعد ساعتين، لقيتيه جمد تمام، ما جمدش سيبيه ساعة كمان هكذا، يعني لغاية ما يجمد معاكي. طبعا فضل معايا الكمية الحلوة دي. جبت بقى الكوبايات بتاعتي البلاستيك، رحت نازلة بايه بالايس كريم كده، عمل معايا 4 كوبايات. هخبط برضو الكوباية عشان الايس كريم كله يتساوى جوه الكوباية. وعندي العصيان بتاعتي نزلت بيها كده، هنزل بالباقي. عمل معايا كوباية كمان. طب والله الكمية حلوة، والله الكمية حلوة وما شاء الله الطعم خيال، مش مجرد ايس كريم مانجا يا جماعة، لا لا لا، دي حاجة كده سكر زبدة تجنن. يلا بقى على الفريزر، طلعته خلاص، يعني قعد معايا حوالي 5 ساعات. انا سبته يجمد براحته بصراحة. هنا سيحت شوكولاتة على حمام مائي، ورحت حاطه الايس كريمه. طبعا مجرد ما بتحطي الايس كريمه في الشوكولاته، الشوكولاته بتمسك على طول. بصوا حتى يعني بدأت تمسك اهي، مش محتاج ان انت تدخليه تاني فريزر ولا اي حاجه. تطلعيه بقى على شبكه، تطلعيه على ورق زبده. وبصوا بقص بقى الكوبايه بكل سهوله، بتتشال معايا اهي وبتطلع معايا الايس كريمه. ليه بقى؟ عشان الايس كريم ناجح جدا وكريمي، فهتلاقيه طلع معاكي من الكوبايه بكل سهوله، والطعم بجد خيال. مفيش بقى تسلم ايدك يا هيام. يلا قولوا لي تسلم ايديك يا هيومه في الكومنتات، وتجربوه وتبعتوا لي تقولوا لي ان هو عجب اولادكم قوي. يلا دلعوا اولادكم واعملوه يا جماعه. ما تنسوش لايك وشير، ما تنسوش الكومنت الحلو زيكم.